تعال اقول لك على الاوضه الماستر هنا عملنا فيها ايه. الاوضه الماستر دي الاساسيه، العميل هنا طلب طبعا سرير بيج، عملناه له. طلب انه يكون عنده مكان للدريسنج روم، ما كانش فيه مكان دريسنج روم، دخلنا البلكونه في الدريسنج روم عملنا له فيها. ركبنا زي ما انت شايف الشقه كلها الجبسون بورد فيها فلات، اضاءه بسيطه 4 سبوتات متوجهه في ممر الحركه بتاعه، هو بس اللي بيكون فيه عشان ما يكونش فيه اضاءه نازله عليه او تسبب له مشكله وهو نايم في النور. ركبنا التكييفات كلها هنا، التكييفات كلها سبليتات. في بعض الناس بتختار الكونسيلد، العميل هنا رفض الكونسيلد وقال انا عايز سبليت. عملنا باب خشب جميل جدا سيمبل بسيط. عملنا الاكره بتاعته اكره زي بتاعت الفنادق زي ما قلنا. ركبنا الوزره بتاعت البيبان اللي هي ال 2 سم مش ال 4 سم، بتفرق في الباب. عملنا الباركيه هنا كان 30 في 60 حاجه برضو العميل مختارها، كان مدي له وسع. عملنا اناره تسريحه صغيره للعميل حب يظبط شعره يظبط جسمه، الاناره مظبوط عليها زي ما انت شايف شكلها عامل ازاي. دخلنا له الحمام، عملنا له حمام ليه ماستر ليه، ركبنا فيه حوض، قاعده معلقه زي ما احنا قلنا، السخان الفوري، عملنا شاور، عملنا له جلسه في الشاور، عملنا خورنا عشان يحط عليه ادوات النظافه زي ما انت شايف. ركبنا سبوت موجه فوق القعده للوحه، عملنا شفاط بيلت ان زي ما احنا قلنا. الحاجات دي مهمه جدا تعملها وانت بتعمل الشقه بتاعتك التشطيب. التكييف دوت حطينا له الساتر ده عشان العميل هنا كان بيتضايق ان التكييف نازل عليه، واحنا بنأسس في التكييفات لازم تكون كلها مدفونه ماشيه في مسارها صح مظبوط، ما تقعدش تكسر. عملنا شبابيك طبعا دبل جلاس ألمونيوم معازل للصوت والحراره. طلب ان نركب له شطر، عملنا له شطر في الشبابيك كلها زي ما انت شايف شكله عامل ازاي، جميله جدا وممتازه. زي ما انتم شايفين ان الشقه ما شاء الله طالعه ممتازه جدا بناء على ان التصميم كان كويس وكان مظبوط، فبيطلع الشكل زي ما انت شايف كده. شكرا.